السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم البنات جبت لكم عصير الفراولة وعصير المخيط بطريقة سهلة اقتصادية، بطريقة سهلة مبسطة، حاجة طبيعية، حاجة تندر في الدار وصحية للغاية. هايديك البنات، تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر، نديروها مع بعضنا كالعادة والعويد ونقولوا بسم الله على بركة الله. فوالا كما شفتوا في اول الفيديو، عندي هنا العصير الاول فيه كاس تاع ليمون، مركز ليمون يعني صافي مصفي. السكر هنا البنات شوفوا كاس الا اصبع، اللي يحب حلاوه اكثر يزيد، اللي ما يحبش الحلاوه ينقص. علبه تاع ياغورت ممزوج بالليمون، وعندي كميه تاع نعناع، وهنا كميه تاع ماء. الماء ثانيك على حسب، اللي يحب يخفف اللي يحب يخليه ثقيل. الثاني كيف الماء. هنا الفراوله، هنا نص كاس تاع عصير ليمون طازج يعني مركز ليمون، وعلبه تاع ياغورت دائما تاع ليمون. هنا البنات هذا الفراوله كي شريتها كانت عندي منها كميه، وجدت لها غسلتها نقيتها ودرت لها كميه تاع السكر وحطيتها في الكونجيلاتور، يعني وقت ما نحتاج نجبدها. الحاجه الاولى نبداو بها السكر، بسم الله هكا. عصير ليمون، علبه تاع ياغورت ذوق ليمون، شوفوا كميه تاع نعناع طازج هكا. نجيب هنا كميه تاع الماء، كما قلت لكم الماء على حسب تحبوا تخفوه. هنا الماء على حسب، يعني تحبوا تخفوه ولا تحبوا تخلوه ثقيل. انا هنا راح نرحيه، فوالا نرحيه ونعاود نرجع لكم. فوالا وهاوليك العصير تاعنا. وذوقوا الحلاوه، اذا حبيتوا تزيدوا السكر زيدوا، كيما راه هكذا، كيما راه هذا الطاس. كيف راح نجيب هنا كميه الفراوله تاعي، بسم الله، نص كوب عصير ليمون كونسونطري. هنا بما اني قلت لكم الفريزه كنت درت لها السكر، حندير غير نص كاس. علبه تاع ياغورت، ياغورت دائما بذوق الليمون، كميه تاع ماء، ندي نرحيها ونعاود نرجع لكم. وهاوليك عصير الفراوله بالليمون. شوفوا البنات، شوفوا روعه. هنا غير كميه خفيفه، غير كميه صغيره برك تاع يعني تاع لافخيت، ديروا كميه الله يبارك ما شاء الله. هذه هي. فوالا هاوليك العصير تاعنا، بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا ولا اروع، حاجه طبيعيه، حاجه مخدومه في الدار لوليداتنا. فوالا هادو هما، هذه هي الفكره تاع نهار اليوم. هذه هي الفكره تاع نهار اليوم، عصير المخيط وعصير الفراوله. واش نقولكم يا البنات، روعه، جربوه مش في ندامه. نقول لكم ما تنسوش الجيم، خلوا كومونتير، والى الملتقى باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.